السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي مقاتلين الصف الثالث الإعدادي، عاملين إيه؟ يا رب تبقوا زي القشطة. حبايب قلبي أهلا بيكم في حل أسئلة الدرس الرابع عندنا بعنوان الصراع العربي الإسرائيلي. ولكن قبل ما أتكلم أي كلمة أنت أكيد عارف هتعمل إيه. بعد إذنك حضر ملزمتك، بعد إذنك حضر ورقة وقلم، كوباية شاي حلوة كده، سمي الله، يلا بينا. الدرس الرابع معاه يا جماعة في الوحدة الأولى في التاريخ بعنوان مصر والصراع العربي الإسرائيلي. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ كده نشوف أسئلتنا بتتكلم على إيه. السؤال الأول هو أكمل العبارات الآتية. واحد، تم عقد مؤتمر كامب ديفيد برعاية نقط، طبعا برعاية أمريكية. برعاية إيه؟ أمريكية. طيب، اتنين، من نصوص معاهدة السلام البدء بمفاوضات حكم ذات الفلسطينيين في نقط ونقط في الضفة الغربية وقطاع غزة. في قطاع غزة والضفة الغربية. ماشي. ثلاثة، تم رفع العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء بعد استعادتها ما عدا نقط، طبعا يا جماعة ما عدا طابة اللي هناخدها بالتحكيم الدولي. أربعة، عقد مؤتمر نقط للسلام عام 91 في أسبانيا، مؤتمر مدريد للسلام. مؤتمر إيه؟ مدريد في أسبانيا في مدينة اسمها مدريد. طيب، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. انسحبت إسرائيل بالكامل من شبه جزيرة سيناء في عهد نقط، طبعا يا جماعة حسني مبارك الله يرحمه. اتنين، تم عقد مؤتمر مدريد للسلام في دولة نقط، طبعا أكيد مش هنتكلم ونقعد نقول اختيارات، أسبانيا. ثلاثة، ظهر التفكير للبدء بمفاوضات للحكم الذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال نقط، طبعا يا جماعة من خلال معاهدة السلام. طيب، أربعة، استطاعت مصر استرداد معظم سيناء عن طريق نقط الهيئات الدولية، القوى العسكرية، مبادرات سلمية ولا معاهدات سلمية؟ يا جماعة المعاهدات السلمية. ليه المعظم؟ خدنا شبه جزيرة سيناء ما عدا منطقة أو مدينة طابة. طيب، خمسة، استردت مصر أراضيها يعني شبه جزيرة سيناء بالكامل التي احتلتها إسرائيل بالكامل بعد نقط، بعد يا جماعة إيه؟ هيئة التحكيم الدولي. طيب، ستة، تم توقيع اتفاقية أوسلو في دولة نقط فين؟ في الولايات المتحدة الأمريكية. غلط يا مستر، غلط وكلامك كله غلط. ليه يا حبيب قلبي؟ يا مستر أنا في الكتاب شفت إن أوسلو دي كانت في النرويج أصلا. إيه اللي جاب دي الولايات المتحدة الأمريكية؟ أقول لك يا باشا، صلي بينا على النبي، اهدى عرفك كل حاجه. اسرائيل بعد معاهده او بعد يعني مؤتمر مدريد للسلام دخلت فيه مفاوضات سريه مع مين بقى؟ مع المنظمه الفلسطينيه يعني، او منظمه التحرير الفلسطينيه. دخلت معاها يا باشا مفاوضات، وبعد كده قعدوا في حته اسمها اوسلو. اوسلو دي فين؟ في النرويج. بس بعد كده بقى الاتفاقيه دي طلعت بقى للنور امتى بقى؟ في الولايات المتحده الامريكيه. يعني الاتفاقيه دي وقعوا عليها في واشنطن اللي هي فين؟ في الولايات المتحدة الأمريكية. طيب، بعد كده سبعة، تمت أولى خطوات السلام في المنطقة العربية بعد حرب أكتوبر من خلال نقط. أولى خطوات السلام تبقى يا جماعة إيه بقى؟ هيئات دولية، قوة عسكرية، مبادرات السلمية ولا المعاهدات السلمية؟ تبقى بقى المبادرات السلمية لما السادات راح يزور إسرائيل زيارة من أجل السلام. 8، ثاني خطوات السعي الى حل الصراع العربي الاسرائيلي. تاني حاجه اتخذتها دوله نقط هتبقى الولايات المتحده الامريكيه. اشرح الحته دي يا مستر. حاضر. لان الرئيس بتاع امريكا اللي اسمه كارتر دعا كلا من السادات وبيجن عشان يقعدوا يعملوا اتفاقيات في او يتفقوا يعني او يصفوا خلافاتهم في كامب ديفيد. تعد النواة الأساسية لتحقيق السلام وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي هي نقط. يا ترى زيارة الرئيس المصري لإسرائيل ولا مؤتمر كامب ديفيد ولا توقيع معاهدة السلام ولا المشاركة في مؤتمر مدريد؟ النواة الأساسية لتحقيق السلام وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي هو توقيع معاهدة السلام.
اللي حطوا فيها بقى كل النصوص وكل الحاجات وزي الفل. طيب 10 عادت طابة للسيادة المصرية عن طريق نقط. تحكيم دولي، قوة عسكرية، مبادرة سلمية. طبعا يا جماعة هيبقى التحكيم الدولي. حلو قوي. بعد كده تعالى نشوف سؤال، اكتب كلمة صواب أو كلمة خطأ. 1 دعت مبادرة الرئيس السادات إلى الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني والسلام العادل للشعوب. بص الكلام ده نص صح ونص خطأ، طبعا هيبقى كله خطأ. ليه بقى؟ لأن ما اعترفتش بحقوق الشعب الفلسطيني لسه احنا اعترفنا بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة حكم ذاتي له على الضفة الغربية وقطاع غزة، ده في معاهدة السلام. لكن دي ندى بالسلام العادل لكل شعوب المنطقة. طيب 2 تغيرت السياسة المصرية نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي عقب مؤتمر كامب ديفيد؟ لا، لم تتغير. ليه؟ لأن السياسة المصرية يا باشا هي إن عايزين يبقى في سلام لكل المنطقة. لكن هل بقى اتغيرت؟ طبعا ما اتغيرتش. 3 كانت معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل بمشاركة ورعاية أسبانية. طبعا يا جماعة مش أسبانية، أمال إيه؟ أمريكية، فدي غلط. طيب 4 تحقق الانسحاب الاسرائيلي الكامل من سيناء في 25 ابريل 82. قلت لك التاريخ ده يا معلم احفظه. ليه؟ عشان سؤال زي كده. طبعا يا جماعه هيبقى لا. ليه بقى؟ لان احنا رفعنا العلم على شبه جزيره سيناء ما عدا طابه. طيب 5 تم وضع النواة الاساسيه لاطار معاهده السلام في مؤتمر كامب ديفيد. طبعا يا جماعه هيبقى طبعا صح. تم وضع النواة الاساسيه لاطار معاهده السلام في مؤتمر كامب ديفيد. ايوه يا جماعه صح. طيب الارض مقابل السلام، ده مبدا دعا اليه مؤتمر كامب ديفيد. طبعا يا جماعه هنا بقى خطا. ليه؟ مش كامب ديفيد، امال ايه؟ مؤتمر مدريد للسلام. طيب 7 حصلت مصر على طابه بالقوه العسكريه؟ طبعا لا، مش بالقوه العسكريه، امال ايه بقى؟ بالتحكيم الدولي. 8 عقد مؤتمر مدريد للسلام برعاية كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي سابقا. أيوة الكلام ده صح. تمام؟ أما هنا ما قلتش غلط؟ لا، المفروض أقول غلط أهو، مش تحط العلامة. طيب 9 اتخذت اتفاقية أوسلو اتخذت يعني اتفاقية أوسلو الشكل الرسمي أهو اللي بكلمك فيه أهو والإطار القانوني في دولة الولايات المتحدة الأمريكية. صح. لأن الأول كانت أوسلو دي في النرويج كانت اتفاقيات سرية بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، لكن طلعت بقى بالشكل القانوني الرسمي بتاعها ده فين بقى يا باشا؟ في واشنطن، اللي هي موجودة فين يعني؟ في الولايات المتحدة الأمريكية. طيب 10 عقدت اتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. أيوة صح مظبوط. طيب 11 عارضت مصر اتفاقية أوسلو؟ طبعا يا جماعة لا، ده مصر وافقت عليها، وعلى أي اتفاقية من شأنها انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها. طيب من هو دعا مصر وإسرائيل لعقد مؤتمر كامب ديفيد للسلام؟ ده الرئيس الأمريكي اسمه كارتر، مش كارتر. طيب 2 عقد معاهدة للسلام مع إسرائيل؟ السادات. 3 عادت في عهد طابة السيادة المصرية حسني مبارك. طيب اكتب ماتشينها كل عبارة. مؤتمر دعا إلى حل الصراع العربي الإسرائيلي على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام. مؤتمر يا جماعة مدريد للسلام. طيب 2 مدينة أسبانية عقد بها مؤتمر السلام يا جماعة؟ تبقى مدريد. طيب 3 اتفاقية وقعت في واشنطن بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية سرا. دي أوسلو. سرا أوسلو. طب طلعت بعد كده للنور فين بقى؟ في واشنطن، اللي هي فين؟ الولايات المتحدة الأمريكية. طيب تعال نشوف بما تفسر بقى، هنحله شافهم كده مع بعض على طول. بما تفسر زيارة الرئيس السادات لإسرائيل لينادي بالسلام العادل لكل شعوب المنطقة. 2 عقد مؤتمر السلام في مدريد بأسبانيا أو مشاركة مصر يعني لحل الصراع العربي الإسرائيلي. بس لإيه؟ لحل الصراع العربي الإسرائيلي. طيب
اللجوء للتحكيم الدولي في قضية طابة بسبب وقوع خلاف بين تحديد طابة مصرية أم إسرائيلية، بسبب طبعا الخلاف الذي نشب بين مصر وإسرائيل في تحديد الحدود بينها وبين إسرائيل. طيب 4. عودة طابة للسيادة المصرية بسبب إصدار محكمة العدل الدولية حكمها لصالح مصر بس. 5. يطلق على الرئيس السادات لقب بطل الحرب والسلام. ليه بقى؟ لأنه قام بحرب أكتوبر وبعد ذلك قام بتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل. تعال نحل مع النتائج المترتبة على مبادرة الرئيس السادات لزيارة إسرائيل، يعني بزيارة اللي هي الودية دي. يعني ليه بقى؟ أو دي أدت إلى إيه؟ أدت يا باشا إلى أن مهدت الطريق أمام إسرائيل للقبول بمبدأ التفاوض. أدى لإيه بقى؟ مهدت الطريق أمام إسرائيل للقبول بمبدأ التفاوض. طيب 2. عقد مؤتمر كامب ديفيد أدى لإيه بقى؟ أدى إلى الوصول لإطار اتفاق لمعاهدة السلام. الوصول لإطار اتفاق لمعاهدة الإيه؟ السلام. طيب معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل أدت إلى إيه بقى؟ أدت إلى رفع العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء ما عدا منطقة طابة. طيب إحالة قضية طابة إلى هيئة التحكيم الدولي يا باشا، ده أدى لإيه بقى؟ حكمت محكمة العدل الدولية حكمها لصالح مصر وعادت طابة إلى السيادة المصرية في عهد الرئيس محمد حسني مبارك. طيب 5. عقد مؤتمر مدريد أدى لإيه بقى؟ أدى إلى توقيع إسرائيل اتفاقية سرية مع منظمة التحرير الفلسطينية في أوسلو، وبعد ذلك ظهرت هذه الاتفاقية للنور، أو يعني أصبحت اتفاقية رسمية في واشنطن. طيب هسيب لك بقى انت تحل يا معلم دلل وتحل ماذا يحدث اذا واجب عن الاسئله الاتيه وهكذا. حلهم كده مع نفسك وبعد كده صور اجاباتك وارفعها لي يا باشا على جروب الفيسبوك اللي هو اسمه مقاتلين مستر احمد خليفه في الدراسات الاجتماعيه، وانا هرد عليك يا اما بكومنت او ببوست منفصل بحل الحاجات اللي هي وقفت قصادك. اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو اللي جاي. ربنا يوفقكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.